بيبدأ الفيلم مع واحدة اسمها روز قاعدة على السرير جنب واحد نايم، وروز ما كانش مصدقة نفسها انها جنب واحد على السرير لانها شايفة نفسها انها حياتها مملة وانها ست عادية جدا، فبالتالي يعني مفيش اي حد يبص لها، فكانت حاسة نفسها انها جنب راجل لدرجة انها طلعت الكاميرا علشان تصور المناسبة المهمة دي. ولكن في نفس الوقت ده بيجي لها تليفون مهم جدا، في حد كده اتصل بيها وقال لها ان اختها اللي اسمها ماجي في حالة مش كويسة، فيا ريت يعني تيجي تاخدها. روز بتروح علشان تاخد اختها، بتلاقيها في حالة من ايام ست النيلة، اختها شاربة ومش جريانة بنفسها، فروز بتاخدها علشان توديها لبيت ابوها. وبنعرف ان ماجي مش بتشيل مسؤولية ودايما تصرفاتها وعاداتها مش كويسة خالص. المهم عند بيت ابوها هناك ماجي ما كانتش عارفة تدخل المفتاح في الباب ده من كتر ما هي متنيلة على عينيها. في الوقت ده مرات ابوها بتفتح الباب، بتقول لماجي بقول لك ايه، انا كرهتك وكرهت تصرفاتك دي، انت وجودك هنا في البيت خطر على بنتي. وراحت مديها لماجي الحاجات بتاعتها واللي كانت هي اساسا محضرهم لها، وقالت لها امشي يا بنت من هنا، وراحت قافله في وشهم الباب. فكده مين بقى اللي لبسها؟ اختها روز. خدتها عندها في البيت، وهناك ماجي بتعرف ان روز عندها واحد في البيت، فبتفضل بقى بصوت عالي تقول كلام كده غلس ومش حلو يعني. وروز كانت بتحاول تهديها وتسكتها علشان اللي معاها ده ما يصحاش، لغايه ما فين قدرت تنيمها وتسكتها. ومع ذلك روز كانت مهتميه بماجي كانها مامتها مش مجرد اختها الكبيره وبس. على قد اللي ماجي كانت بتعمله ده كله، روز كانت مع ذلك بتحبها. على كل حال ماجي تاني يوم الصبح لما بتصحى بتشوف الراجل اللي بايت مع روز، وهما الاتنين بيبصوا لبعض بصات كده غير بريئه خالص. وروز بتاخد بالها لكن طبعا مش بتحط في دماغها اي حاجه كده ولا كده. على كل حال بتاخد الراجل ده واللي بيتضح انه شغال معاها او تقريبا مديرها في الشغل، وبنعرف ان روز شغاله محاميه في شركه محاماه كبيره جدا. في نفس الوقت جوه الشقه ماجي بتاخد راحتها في الهدوم بتاعت اختها، كمان الشوزات بتاعتها، وبتلاقي ان اختها سايبه لها في الجورنال شويه علامات على شويه وظايف علشان تشوف اي وظيفه منهم تشتغل فيها، لان ماجي عاطله عن العمل وروز تقريبا شبه بتصرف عليها. ولكن روز مش بيلفت نظرها اي وظيفه من الوظايف دي، بس بيلفت نظرها وظيفه لمذيع في برنامج. ماجي بتروح علشان تقدم في الوظيفه دي، فبتخش في اختبار الاداء، لكن كان واضح جدا ان ماجي مش بتعرف تقرا، وكانت فاكره انها بجمالها يعني هتنجح في الامتحان. لم تكن تعلم ان في حاجات تانية بتطلب ابسطها انها تعرف تقرا، ده اللي خلى ماجي فشلت في الامتحان. في نفس الوقت على الجانب التاني روز في الشغل صديقها ده بيكلفها بمهمه خارج البلاد، وبطريقه صعبانيه كده باين قدام زمايله في الشركه انه يعني مضطر يسافر مع روز في المهمه دي. طبعا روز كانت فرحانه جدا. وفي اليوم ده بالليل لما بتروح بتلاقي اختها ماجي داخله عليها، فروز بتسالها عملت ايه في الوظائف اللي قلت لها عليها. ماجي بتقول لها انا مفيش اي وظيفه منهم نفعت فيها. فروز بتقعد علشان تعمل لها سي في علشان تقدر تقدم بيه في اي شركه وتشتغل، وبتسال ماجي خبرتها في ايه او اشتغلت في ايه قبل كده، وبيطرح ان ماجي اشتغلت شغلانات كتير جدا، مفيش شغلانه منهم قعدت فيها اكتر من اسبوع، وده لان ماجي مش بتاعت مسؤوليه ومش بتاعت شغل، ودايما فاكره نفسها انها بجمالها يعني تقدر تاخد اي حاجه هي عاوزاها. على كل حال ماجي في الوقت ده بتغير الموضوع